السلام عليكم، مرحبا بكم على قناة وصفات أم ريان. إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نشارك مع خواتاتي وصفة خبيزات اقتصاديين، العجينة تاعهم تذوب ذوبان البنات. ميم لاباط غادي ان شاء الله تعتمدوا عليها في لي بيتزا ولي سوفلي تاعكم. صدقوني وصفة تاعنا اقتصادية، تقريبا مكوناتها موجودة في كل بيت. راني نفتح خواتاتي وحده باش هكا تشوفوها كيفاش جات. لاباط تجي رقيقه، ماشي خشينه وماشي معجنه كما راكم تلاحظوا. فقط البنات ما عليكم غير متابعه لا فيديو من الاول الى الاخر، وبارطاج بين الاحباب والاصدقاء، ولي لايك وتعليقاتكم اللي تحفزني اكثر واكثر. ما نطولش على خواتاتي، تفضلوا معايا نبداو على بركه الله. هنايا نبدو بالعجينه. الحاجه الاولى خديت كاس كبير تاع حليب يكون دافي يكون تياد، تقدروا تعوضوه بنص كاس تاع الماء ونص كاس تاع حليب، يعني خليط تاع الماء وحليب. نضيفوا لهم ملعقه كبيره تاع السكر وملعقه كبيره نتاع خميره الخبز. نخلطوا كامل المكونات مع بعض ونخلوا الخميره تاعنا تتفاعل تقريبا 5 دقائق. بعد مرور 5 دقائق للتفاعل تاع الخميره غادي نضيف لها نصف كاس كبير تاع الزيت. الكميه تاع الزيت اللي ضفناها دروك هي اللي غادي تخلي لنا لاباط تذوب ذوبان البنات. نخلطوها شويه ونضيفوا كميه تاع الملح. بالنسبه للملح هنايا درت تقريبا نصف ملعقه كبيره تقريبا، ماشي بزاف. مهم البنات كل وحده ودير الملح على حسب الذوق تاعها، كاين يبغوه مسوس كاين يبغوه متوسط، كل وحده وكيفاه. بعد ما ضفنا الملح نبداو نضيفو في الفرينه. بالنسبه للكميه تاع الفرينه كل وحده وعلى حسب النوعيه اللي غادي ديرها، كاين اللي تشرب السوائل بالخف وكاين اللي لا. هنايا راني نديرها بالضرب اليدوي، ومن بعد في الاخير دوك نستعين باليديه. كما دائما نقول خواتاتي، العجائن بالنسبه للمملحات ولا في الكاطو الحلويات دائما خص واحد يتيستي العجينه تاعه بليديه. لا بغات ديرتوه كيما هكا البنات غير بليديكم ولا في لي بيتران. كي ديروا في البيتران ثاني جبدوا عجينه شويه وتستوها بليديكم. هاولا هنايا ندير الفرينه. دوك انا نلم العجينه تاعي، ما ديوهاش قاصحه، خلوها شويه طريه باش هكا ترجع لكم لاباط. غادي نضيف لها غير شويه فرينه. ها كما شفتوا انا تستيتها دروك، نضيف لها غير شويه تاع فرينه. المهم تخلوها طريه. بعد ما غادي نلم العجينه تاعي غادي نغطيها ونخليها ترتاح، يعني تخمر وتضاعف الحجم تاعها. بالنسبه للخمور تاعها على حسب درجه المطبخ، كاين اللي تشد لها الوقت وكاين اللي لا، من 30 دقيقه حتى لساعه. هذا هو القوام اللي نتحصلوا عليه. هايلا نوري لخواتاتي بلي تبقى طريه. نغطوها ونخلوها تخمر. عطوها البنات وقتها في الخمور باش هكا لاباط دائما تكون نجحت لكم. لو طون اللي تكون العجينه تاعنا تخمر نولو هنايا للافارس. بالنسبه للافارس عفوا ناخذ هنايا 2 حبات كبار تاع فلفل اخضر بعد ما نقيتها وقطعتها، و2 حبات كبار تاع البصله كذلك قطعتها مربعات، قليل من الملح والزيت غادي نقليهم شويه. ومن بعد نضيف لهم 2 حبات كبار تاع طماطم طازجه مقطعه مربعات، ملعقه كبيره تاع الطماطم مصبره، ملح وفلفل اسود. ملح ديجا كنا دايرين من قبل، ودائما ديروا حسابكم بلي غادي نضيفوا الزيتون. ضفنا لها فلفل اسود وخلينا لاصوص تاعنا طيب. في الاخير ضفت لها الزيتون الاخضر شرائح كما لاحظتوا. لاصوص تاعنا راهي واجده، ولينا قينا لاباط تاعنا ديجا راها خمرت هايله. بعد ما مرت تقريبا هنايا عندي البنات من 40 دقيقه ل 45 دقيقه. الخمور على بالكم الدنيا مات شويه، راها الحال بارده، يا مسوا اليوم الحال شويه بارد ماشي كما اليامات اللي فاتوا اللي كانوا سخونين. هاولا نديغازو لاباط تاعنا. كي ديغازوها تحسوا بلي لاباط ولات ليس، يعني تولي رطبه. راني نوري خواتاتي بلي لاصوص خليناها بردت تماما، تخلوها لاصوص تبرد. حطيت هنايا جبن غابي مبشور، هنايا الجبن تاع البيتزا ولا اي جبن يكون حاضر عندكم، جبن مثلثات، كذلك حبات من الزيتون للتزيين، والجنجلان. بالنسبه للجنجلان تقدروا تعوضوه بالسانوج ولا الشي اللي عندكم، ولا تستغناو عليه كذلك. هنايا بالنسبه للتشكيل نحكموا لاباط تاعنا ونقسموها على، هنايا غادي تجينا 10 تاع خبيزات يكون الحجم تاعهم متوسط. علاه نديروا هذه كما نقول المرحله باش كامل الحبات يجيكم على حجم واحد.
نستعينوا في البلان دو طرافاي شويه تاع الفرينه في السطح العمل ونورقوا لاباط تاعنا. لاباط كي تورقوها ورقوها رقيقه البنات باش ما تجيكمش خشينه كما راكم تلاحظوا. شوفوا ورقوها رقيقه، صدقوني هذه العجينه ناجحه 100%. سورتو كذلك الا جربتوها لي بيتزا تجي ما شاء الله. بعد ما ورقت العجينه تاعي نضيفوا الحشو نديروها في الوسط. بالنسبه للحشو لكم الاختيار، انا عطيتكم الفكره تاعي تاع اليوم وانتم ديروا الحشو اللي بغيتوه. بالنسبه للجبن المثلثه درت لنا حبه ثاني درتها كما نقولوا حنايا كومبلي كامله، تقدروا تقطعوها تقدروا ديروها كما درتها انا وزيدوا هذاك الجبن المبشور ونلموها كي شغل حزيمه رزمه صغيره وندوروها البنات. شوفوا هنايا قرصوها غير شويه حتى تحصلوا على هذا الشكل الدائري. راني نوري لخواتاتي وحده اخرى. اليوم شاركت مع خواتاتي حشو كما نقول حنايا اقتصادي بدون لحوم، لكن نتوما لكم الاختيار، تقدروا ديروا الطون، تقدروا ديروا دانداشي فيونداشي دجاج مقطع كما نقولوا ديروه مع لاصوص كذلك مربعات ديروه مع لاصوص، لكم الاختيار في الحشو. بالنسبه هنايا الكريسات هاني بعد ما كملتهم كامل درتهم في البلاط تاعي، درت لها بابي كويسون ورق الطهي، تقدروا ديروا غير الفرينه كذلك وخليتهم يخمروا تقريبا 10 دقائق فقط، غير 10 دقائق ريحوا ديجا بالخف تقعدوا تشكلوا فيها او ميم طون راهي تخمر. ودرت هنايا ان جون ديف واحد صفار بيض مع ملعقه كبيره تاع حليب، درتهم كامل من الفوق على الوجه. وبالنسبه للتزيين هنايا اختاريت انايا جنجلان كان حاضر عندي، ثم قلت لكم تقدروا تعوضوه بالسانوج ولا تستغناو عليه. وهنايا كذلك نزينها بحبه تاع الزيتون الاخضر دي نوايوتي هايله، تقدروا ديروه بالزيتون الاسود ولكم الاختيار في التزيين. انا دائما نبغي لخواتاتي ندير لكم لاباز وانتم لكم الاختيار، نعطيكم لو شوا في التزيين. هنايا بالنسبه للطهي غادي نديرها في اعلى درجه بعد ما كنت سخنت الفرن ربع ساعه من قبل، ندخلهم يطيبوا على اعلى درجه. البنات مخبوزات نديرهم على اعلى درجه يتحمروا لنا من الاسفل ومن بعد نشعلهم الفوق حتى يتحمروا لنا كما راكم تشوفوا. هذه التحميره الشابه هي الناتجه على الجون ديف والحليب. راني نوري خواتاتي باللي شوفوا كيفاش جاو ما شاء الله. درك راهم سخونين دوك نخليهم يبردوا ونقدمهم لخواتاتي. هاولا شوفوا الخبيزات كيفاش جاو. وصفه سهله صدقوني ما تشد لكمش كامل الوقت لا في التشكيل لا في طيابها. كذلك بالنسبه للمكونات تاعها وبالنه تاعها ولاباط صدقوني غادي كي تجربوها تكتشفوا النتيجه نتاعها. بالنسبه قلت لكم البنات المكونات تاعنا جاونا 10 حبات، المقدار تاع كاس حليب تجيكم 10 حبات من هذا الحجم. راني نوري خواتاتي كيفاش جاتنا لاباط تجي رقيقه وخفيفه تذوب البنات، والحشو كذلك شوفوا يجي ما شاء الله. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم وتجربوها. نقول لكم ما تنساوش لي لايك وتعليقاتكم ولي بارطاج بين الاحباب